فيلم هيل بوي. بيبدأ أحداث الفيلم في اسكتلندا. بنشوف الدكتور بروم ومعاه الرقيب ويتمان. فالدكتور بروم بيقول له ان المكان اللي هم موجودين فيه اتبنى بين عالم الارض وعالم تاني. بنشوف بعدها الرقيب ويتمان بيجمع جنوده علشان يهجموا على جيش الالمان. في نفس الوقت بنشوف كارل بيستعد انه يفتح بوابه الجحيم ومعاه شخص اسمه راسبوتين واقف مع حبيبته إلسا وبيديلها القوه علشان تعيش معاه للابد. كارل بيجهز راسبوتين ويلبسه جهاز في ايده علشان يفتح بيه البوابه. فبيشتغل الجهاز والبوابه بتتفتح. الرقيب ويتمان بيراقب اللي بيحصل من بعيد وبيكون قاعد بيصورهم. فبيسمعهم واحد من الجنود الالمان فبيرمي عليه قنبله وبيقرر انه يهجم عليهم هو وجنوده. كارل شافهم فضرب عليهم نار وفي طلقه جت في الدكتور بروم وبدا انه يقتل في جنود ويتمان. الدكتور بروم بيحاول انه يوصل للقنبله علشان يفجر البوابه. فكارل شافه ولسه هيروح يقتله بس بيلحقوا الرقيب ويتمان وضرب عليه نار. فدكتور بروم قدر انه يرمي قنبله على البوابه. كارل جري عليها وبيحاول انه يمسكها بس مش بيلحق فبتنفجر في البوابه وبيطير كارل بعيد فبيخبط في عمود وبيدخل في بطنه حديده وبتسحب راسبوتين وهي بتتقفل. بعد كده دكتور بروم بيقول للرقيب ويتمان ان البوابه فضلت مفتوحه فتره فممكن يكون في حاجه عدت منها وبيطلب منه انه يخلي جنوده يدوروا كويس في المكان. فبيبصوا على مكان كارل بيلاقوه اختفى من مكانه. فبعد ما هم بيدوروا في المكان دكتور بروم بيقول لويتمان ان راسبوتين المفروض انه مات سنه 1916 بس هم شافوه النهارده وهو بيفتح البوابه. ويتمان حس بحركه غريبه في المكان وسمع صوت غريب جاي من وراه فراح يبص لقى كائن غريب لونه احمر. فويتمان ضرب عليه نار بس دكتور بروم منعه وهدى الجنود اللي معاه وادى الكائن ده شوكولاته عشان ما يخافش منهم. فبيقرر دكتور بروم انه يربيه وسماه هيل بوي وتصوروا مع بعض. بيعدي 60 سنه وبنشوف كارل وإليسا ومعاهم راجل بيوصلهم لمقبره راسبوتين فبيضحوا بيه وبيقتلوه بعد كده علشان راسبوتين يرجع تاني. فبيظهر راسبوتين فإليسا بتتضايق لانه من غير عينين. بنشوف بعد كده دكتور بروم بعد ما كبر في السن فبيعرف ان جاله سرطان. فالدكاتره بتطلب منه انه يفضل في المستشفى بس هو بيرفض وبيقول لهم انه عايز يرجع لبيته وابنه. وهو خارج بيشوف مانينج رئيس FBI على التلفزيون وهو بيسخر من هيل بوي. بيوصل شخص اسمه مايرز المركز الخاص بالظواهر الغير طبيعيه وده ضابط فيدرالي طلبه دكتور بروم علشان يبقى مرافق لهيل بوي علشان ما يعملش مشاكل. مايرز بيدخل المبنى وبيشوف راجل على شكل سمكه اسمه إيب بيقدر انه يقرا الافكار. دكتور بروم عرفه بنفسه ومايرز بدا يعرف هو كمان نفسه بس إيب قال كل حاجه عن مايرز. فمايرز بيتفاجئ. دكتور بروم بيقول له ان إيب بيقدر انه يعرف كل حاجه عن اي حد وان مهمه المكتب محاربه اي كائنات غريبه. بعد كده بياخده علشان يقابل هيل بوي وبيكون عنده 60 سنه ومش باين عليه وبيتعامل معاه بطريقه مش كويسه وبيقول للعميل كلاي انه مش عايز حد معاه. مايرز بيكون واقف بيبص له باستغراب ومستغرب من شكله فبيضرب جرس الانذار فبيتحركوا كلهم في عربيه كبيره علشان ما حدش يشوفهم وبيوصلوا المكان اللي فيه الحادثه. دكتور بروم بيقول لهم ان الكائن لسه موجود في المكان وحطم تماثيل جوه. إيب بيحط ايده على الباب فبيحس ان في حد جوه. هيل بوي بيدخل لوحده ورفض اي حد يدخل معاه فبيلاقي المكان كله متدمر. فجاه بيلاقي الكائن ده متشعلق على السقف. فإيب بيقول له ان الكائن ده اسمه سامويل. فالكائن جري فضرب عليه نار وبتيجي الطلقه فيه. إيب بيقول له ان الكائن ده مش بيموت بسهوله. فهيل بوي بص عليه ما لقاهوش موجود وهجم عليه ورماه من الشباك فوقع في الشارع. فبيظهر قدامه راسبوتين وقال له ان هو الوحيد اللي عارف اسمه الحقيقي واختفى من قدامه. فالكائن جه من وراه وشده بلسانه بس مايرز بيلحقه وضرب على الكائن نار. فالكائن جري منهم فجري وراه هيل بوي ومايرز وهم بيجروا وراه. العربيه كانت هتخبط مايرز بس هيل بوي اللي بيلحقه. هيل بوي بعدها بيروح ورا الكائن ده تحت الارض فالكائن بيقدر انه يدخل القطر فالناس بتخاف منه. هيل بوي بيروح وراه بس سواق القطر فضل يضرب فيه لحد ما وقع تحت القطر. الكائن بينزل هو كمان من القطر فبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما هيل بوي بيقدر انه يكهرب الكائن ده لحد ما اتحرق فبيطلع منه روح بتتقسم اتنين. بنشوف بعد كده كارل وإليسا وهم في مكان تحت الارض ومعاهم راسبوتين. فإليسا بتديله عين علشان دي يقدر يشوف بيها فروح الكائن بتروح لراسبوتين فبيقدر انه يسترجع الكائن تاني بس المره دي بقوا اتنين. بنشوف بعد كده هيل بوي رايح لحبيبته ليز وبنعرف ان راسبوتين سحرها وقدر يخليها تحرق اي حاجه قدامها. في نفس الوقت دكتور بروم بلغ مانينج ان هيل بوي هرب. فبنشوف إيب وهو ماسك سيف وبينده على دكتور بروم فحط ايده على السيف وخلاه يشوف اللي حصل في المكان. فبيشوف كارل وليزا وهم بيكسروا التمثال في المتحف والحراس حاولت انها تقتل كارل بس بيقدر انه يخلص عليهم كلهم. فبيظهر راسبوتين وقدر انه يحضر الكائن. فدكتور بروم بيتعب وقال لإيب ما يعرفش هيل بوي انه تعبان. فبنرجع لهيل بوي وهو لسه قاعد مع ليز فبيطلب منها انها ترجع معاه للمركز. فليز بترفض وطلبت منه ما يجيش لها تاني وقالت له انها بدات تتحكم في نفسها وفي قوتها. في الوقت ده دكتور بروم ومايرز بيعرفوا مكان هيل بوي فبيروحوا له. فمايرز بيطلب من دكتور بروم انه يسيبه هو اللي يتكلم فبيروح له وبيطلب منه انه يرجع معاه للمركز. فهيل بوي بيبان عليه انه مصاب فبيقع على الارض فرجعوا بيه للمركز. وبنشوف
بنشوف ايب وهو بيعالجه، فبيطلع من جسمه 3 بيضات، فبيبدا انه يحللها. دكتور بروم بيطلب من مايرز انه ياخد مجموعه معاه ويدوروا في الاماكن اللي كان فيها الكائن ده ويدمروا البيض بتاعه. بنشوف مايرز وهو بيعمل بحث عن ليز علشان يعرف هي مين، فبيعرف عنها انها عندها قوه النار وبيطلع نار منها بدون ارادتها. بنشوف ليز وهي نايمه بيدخل عليها روزبوتن وبيخليها تحلم باللي هي عملته وهي صغيره، فبتولع في المبنى كله اللي هي فيه. مايرز بيروح لهيل بوي وبيقول له انه قرا ملف ليز وانه ممكن يساعدها، فهيل بوي بيسخر من كلامه. مايرز بيقول لدكتور بروم انه مش عايز يكون مسؤول عن هيل بوي، فدكتور بروم بيقول له انه تعبان وان روزبوتن راجع علشان هيل بوي وطلب منه يفضل معاه. بعد كده بيروح لليز وطلب منها ترجع للمركز من غير اي اجراءات امنيه، بس ليز رفضت، فمايرز قاعد يتكلم معاها وقدر يقنعها ان هي ترجع معاه. في نفس الوقت بنشوف ايب وهيل بوي والعميل كلاي راحوا النفق علشان يدوروا على البيض، فايب بيقول لهم ان بيض الكائن موجود في المكان ده، فهيل بوي بيكسر الحيطه، فكارل سمع صوت تكسير الحيطه. هيل بوي بيفتح بلاعه وايب بينزل فيها، فبيظهر وراه الكائن. هيل بوي بيكون مستني هو والعميل كلاي، فبيظهر قدامهم كارل فبيجري، فهيل بوي بيجري وراه وفضل يدور عليه. بنرجع لايب بعد ما قدر انه يوصل للبيض، فبيجي وراه الكائن وبيخبطه. ايب بيحاول انه يهرب منه فاستخبى منه في مكان ضيق علشان ما يعرفش يوصل له. في الوقت ده بيكون في حراس مستنيين ايب فوق وبيشوفوا الكائن، فبيطلعوا السلاح علشان يضربوه، فالكائن ضرب الحارس اللي شايل السلاح وجري ورا الحارس التاني. في نفس الوقت هيل بوي قدر انه يوصل لمقر كارل ولقى كتاب في رسمه للكائن، فبيظهر الكائن وراه فبيضربوا وبيقعوا هما الاثنين في نفق، فبينزلوا فوق محطه المترو، فالكائن ضرب هيل بوي وطيروا بعيد وكان لسه القطر هيخبط هيل بوي، فبيلحق نفسه وبيقوم بسرعه. فضلوا يضربوا في بعض لحد ما هيل بوي مسك لسان الكائن ورماه من الشباك لحد ما القطر جه وموت الكائن ده. بنرجع لايه بعد ما خرج من الميه ومستخبي من الكائنات وشغل جهاز التتبع علشان يعرف هيل بوي انه في خطر. بنشوف كارل بعد ما وصل للعميل كلاي ففضل يضرب عليه نار بس مفيش اي حاجه اثرت فيه، فكارل طلع سلاحه وضرب بيه العميل كلاي وبعد كده بينام جنبه وبيعمل نفسه ميت، فبيوصل هيل بوي وبيلاقي كلاي لسه عايش. بنشوف بعد كده مايرز وليس وهم راكبين تاكسي ومعاها كاميرا وعماله تصور بيها وبتكون مبسوطه. في نفس الوقت ده هيل بوي رجع للمركز هو وايب وكلاي، فمانينج فضل يلوم هيل بوي علشان الناس اللي ماتت، فهيل بوي اتعصب وكسر الازاز. ليز وصلت المركز وشافت اللي هيل بوي عمله. مانينج اتعصب من اللي هو عمله وقال له انه هيحبسه على اللي هو عمله ده. بعد كده بيكون هيل بوي بيكون قاعد في الاوضه بتاعته، فليز بتروح له فبيقول لها انه عايز يقول لها حاجه، فبترد عليه بتقول له لما ارجع علشان انا خارجه مع مايرز. بنروح لدكتور بروم وهو بيشرح جثه كارل، فبيلاقي جهاز محطوط مكان قلبه هو اللي بيخليه عايش، وبيلاقي في جيبه جواب. في نفس الوقت هيل بوي قدر انه يكسر الحيطه ويهرب من المكان، فبيروح علشان يراقب ليز ومايرز، فبيشوفهم وهم بيتصوروا بالكاميرا، فقابلوا طفل فوق المبنى وطلب منه ما يعرفش حد انه شافه. وبيكون في الوقت ده الحراس بلغت دكتور بروم ان هيل بوي هرب، فدكتور بروم بيتضايق من تصرفاته وبياخد الجواب ويحطه على جهاز، فبيعرف انه عنوان في موسكو. كارل بيصحى تاني وبيلبس هدومه وبيروح لدكتور بروم، فبيظهر راسبوتين لدكتور بروم، فراسبوتين بيقول له انه هيقتله ويخلي ليز وهيل بوي يروحوا لموسكو وينفذوا خطته، فحط ايده على راسه ووراه جزء من المستقبل وبعد كده خلى كارل يقتله. بنرجع لهيل بوي وهو لسه واقف بيراقبهم، فبيشوف الحراس وحس ان في حاجه غريبه، فرجع المركز بسرعه وعرف ان دكتور بروم مات، فاتضايق جدا وقرر انه ينتقم. بنشوف بعد كده راسبوتين وإلزا بعد ما سافروا موسكو وقابلوا ضابط من الجيش الروسي واداهم الصخره المقدسه. في نفس الوقت مانينج بيكون عامل اجتماع مع رجالته وقرروا انهم يسافروا روسيا. بعدها ليز راحت لهيل بوي وقال لها انا عارف ان انت شايفاني اني اقل منك وكان نفسي شكلي يكون احسن من كده، بس انا هفضل جنبك واحميكي. بعد كده بيسافروا روسيا، فبيوصلوا للمكان المقدس، فهيل بوي بيدخل مقبره وصح الراجل اللي مدفون فيها علشان يعرفوا مكان قبر راسبوتين وخدوا معاه. فبيدخلوا قبر راسبوتين بس بيكون المكان كله مليان افخاخ، فبيتفرقوا هما بيدوروا في المكان، فبيدخلوا على جسر عالي فبيتقفل عليهم الباب، فبيطلب منهم مانينج انهم يرجعوا بس بيرفض هيل بوي. فجاه بينزل حاجه كبيره بتقسم الجسر نصين والباب الناحيه الثانيه بيبدا انه يتقفل، فهيل بوي بيرمي مانينج علشان يلحق يعدي قبل ما الباب يتقفل، فبيجري هيل بوي هو كمان علشان يعدي من الباب. بعد ما عدى من الباب هو ومانينج بيسمع صوت موسيقى، فمانينج بيخبط في الفخ اللي كارل عامله، فكارل بيعرف ان في حد موجود في المكان فاستخبى منهم. هيل بوي بيدخل يفصل الموسيقى، فجاه بيظهر كارل وبيضرب مانينج بالسيف بيوقعه على الارض ولسه هيقتله، فهيل بوي بيلحقه فراح يقتل هيل بوي بس بيضربه وبيطيره بعيد، فبيتفتح فخ تحت هيل بوي فبيقع فيه وبيلحق نفسه وبيمسك في حبل قبل ما يقع. كارل قام علشان يقطع الحبل بس مانينج حدفه في وشه فشتته. في الوقت ده هيل بوي استغل اللحظه دي وشده بالحبل ووقعه في الفخ وجاب ترس كبير ورماه عليه. في نفس الوقت بنشوف مايرز وليز فبيقول لها عن شعورها ناحيته، فبيسمعهم هيل بوي وبيتضايق، فبيدخلوا بيت الكائن، فليز طلبت من هيل بوي انه يساعدهم. الحارس اللي معاهم لسه هيفجر قنبله فيهم بس الكائن بيقتله. في نفس اللحظه هيل بوي بيكسر السقف وبينزل لهم، فالكائنات اتلمت عليه، فليز لسه هتروح تساعده فمايرز بيمنعها، فقالت له انهم هيموتوه، فطلبت منه يضربها ويستخبى علشان يخليها تتعصب، وفعلا بتتعصب وبيطلع نار منها وبتحرق الكائنات فبيغمى عليهم كلهم. هيل بوي بيفوق بيلاقي نفسه مربوط وراسبوتين منيم ليز وبيطلب من هيل بوي انه يفتح البوابه، لو ما عملش كده هيقتلها، فهيل بوي بيرفض يعمل كده ومايرز قال له ما تعملش كده، فقال
فهيلز ضربته. راسبوتين طلب من هيل بوي انه يقول اسمه الجديد وخد منه السلسله بتاعته، فهيل بوي وافق انه يفتح البوابه علشان ينقذ ليز. فقال اسمه الجديد، فبينفك الحديد اللي مربوط بيه. هيل بوي شكله بيتغير وبيطلع له قرون تاني، وبيروح حاطط ايده على الحجر فبتتفتح البوابه. مايرز بيفوق وبياخد السلسله من على الارض وبيحدفها لهيل بوي. راسبوتين طلب منه انه يفتح اخر بوابه، بس هيل بوي طلع دراعه من الصخره وكسر قرونه وضرب راسبوتين بالقرون في بطنه، وراح خد ليز ومشي. في الوقت ده راسبوتين بيموت وبيطلع منه كائن، فالكائن ده فضل يكبر. فهيل بوي بعد ما هرب قال لمايرز يخلي باله من ليز، فمايرز بيديله القنابل. فالوحش بيشد هيل بوي وبيقوم ضربه في الارض، فبيقوم ياخد السيف اللي مع التمثال وفضل يضرب في الوحش لحد ما قدر انه يوصل للقنابل تاني. فالوحش بلع هيل بوي بالقنابل فانفجرت في بطنه، وبيخرج هيل بوي تاني. فبيروح لمايرز، فمايرز بيقول له ان ليز مش بتتنفس، فهيل بوي بيقول تعويذه فبتفوق تاني، وبيخلص فيلمنا. بس يا سيدي وبينتهي فيلمنا. ما تنساش تدعمنا وتعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. سلام.